نبدا بالتجميع بتاعت النهارده. اول حاجه معانا وهو المعالج، واخترت لك الرايزن 3 2100 جي اي اللي سعره حاليا مستعمل 900 ل 1000 جنيه، ودوت معالج 2 كورز و4 ثريدز وبتردد 3.2. ومش بس كده، انت مش هتاخد المعالج بس بالسعر دوت، كمان في كارت داخلي اللي هو الفيجا 3. وطبعا هنشوف اداء التجميع ديت في الالعاب، وهنشوف الكارت الداخلي دوت يقدر يوصل لحد فين، بس لما نتكلم عن كل القطع بتاعت التجميع. والمذر بورد اللي انصحك بيها وهي الاي 320 اللي هتكون مستعمله بسعر 2500 جنيه، والمذر بورد اغلى من المعالج ضعفين عشان هي اللي هتساعدك في التحديثات في المستقبل. ولقيت اعلان برده وانا بدور معروض في المذر بورد و8 جيجا رام ومعالج. طبعا حاجه زي كده سعرها كويس جدا، تقدر ان انت تسيب المعالج وتاخد المذر بورد بالرامات ب 3000 جنيه، وحتى الاعلان مكتوب عليه قابل للتفاوض، فانت ممكن تنزل السعر ل 2500 لو هتاخد المذر بورد والرامات من غير المعالج. وبالنسبه للرامات اللي اخترتها للتجميع ديت، هتكون 8 جيجا رام تردد 3200، ورامات زي كده هيكون سعرها 1000 جنيه مستعمله. ونقطه الرامات ديت هتكون اكتر حاجه بتخنق الجهاز، وهنشوف الموضوع دوت مع بعض في الاختبارات. وبرضه هتكون اول حاجه انصحك ان انت تطورها لما يتوفر معاك مبلغ تاني. والتخزين طبعا هنسيب الاس اس دي لان هو حاليا في السوق سعره 800 جنيه، واحنا بنحاول نوفر في التجميع على قد ما نقدر، فهتجيب هارد 500 جيجا بسعر 250 ل 300 جنيه.